تعالي اقولك ازاي حولت الحله المعفنه السودا دي لحله بتبرق يا جماعه ومنوره، وكمان ايه من غير ما تتعبي نفسك او تجهدي نفسك. بصوا بقى، يعني حاجه كده تتحط على الجرح يطيب، دي بقى هتتحط على الحله هتبرق. شايفين بقى شكلها عامل ازاي؟ تابعي بقى معايا، وعلشان تعرفي انا عملتها ازاي حطي بقى لايك للفيديو ده وتابعي معايا. اول حاجه دي الحله اللي انا هستخدمها. اول حاجه هبدا ان انا انشفها من اي ميه هي فيها، ما تخليش فيها ميه علشان الميه بتبطل مفعول الماده اللي احنا هنحطها دلوقتي. بصي دوت اسمه ملمع فلاش. تمام، بتروحي عند اي منظفات هتبداي ان انت تجيبيه. هو بيكون عامل زي الميه السايله كده، بيكون لونه احمر. تمام، انا مستخدمه الازاز دي كلها يا جماعه وعن تجربه، وما تقلقيش من اي حاجه خالص. هتبداي ان انت تحطي شويه كميه يعني، وهتبداي ان انت تدوريها على الحله بالشكل ده. هتجيبي اللون الاحمر ده على الحله كامله. تمام، اهو بالشكل ده. وبعد كده هتلاحظي انت الفرق بعينك، هتلاقي كده ان السواد خلاص خف، وفي الجنب بتاع الحله حاجات بسيطه خالص. هناخدها بقى على الحوض، هبدا ان انا اشغل الميه كده عليها واشطفها، واحط شويه اي صابون مواعين عندك، وبالليفه كده هبدا ان انا اروح واجي عليها كده يا جماعه. وبصوا بتنضف معاكي في ثانيه. شايفين يا جماعه؟ يعني لا دعكت ولا تعبت نفسي بقى ولا الكلام ده كله خالص. حاجة بسيطة، يعني سعرها بتهيألي 9 جنيه او 10 جنيه. فحاجة حلوة جدا، يعني مش هتتعبك اساسا، وسهلة جدا، وسعرها بسيط، وحاجة حلوة جدا هتنفعك وهتنفع امهاتنا وهتنفع بناتنا وهتنفع الناس كلها. وهنا نكون خلصنا الفيديو بقى. حطي بقى لايك للفيديو وبس كده. وهنا بقى اتمنى ان انا اشوفكم على خير، واتمنى ان انتوا تجربوا الوصفة. يلا باي باي.